متى يغفر الله لك كل ذنوبك من الأمور العظيمة التي إذا عرفتها حافظت عليها، وهي والله جدا سهلة، لكن أغلبنا غافل عنها وهو يعرفها ولكن لا يطبقها. إذا عرفتها فاحفظها وطبقها يغفر الله لك ذنوبك كلها. ولكن قبل أعلمك شارك المقطع مع غيرك حتى يستفيد، فالداعي الخير كفاعله. العمل الأول عند ارتداء الملابس، إذا اشتريت ملابس جديدة وأردت أن تلبسها فقل هذا الدعاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل الثاني عند سماع المؤذن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. العمل الثالث عند النوم، إذا أردت أن تنام فقل هذا الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من قال هذا الذكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إلا غفرت له ذنوبه كلها ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله، عمل يسير لكن من يطبقه، من يقوله. الأمر الرابع عندما تنتهي من الطعام قل هذا الذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الخامس، واسمع لهذا الحديث العظيم عند الترمذي والبخاري ومسلم، حديث صحيح لا شك فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قد يقول قائل: هل فعلا عندما أقول هذه الأذكار يغفر الله عز وجل لي كل ذنوبي؟ والله سمعت هذا القول من شيخ قال: نعم، يغفر الله لك ذنوبك كلها ولو كانت كبيرة جدا. لكن من الذي يقولها؟ من الذي يحفظ هذه الأدعية ويقولها ويلتزم بها ويحافظ بها ويحافظ عليها؟ سبحان الله، قلة قليلة من الناس من يوفق لهذه الأذكار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني الله وإياكم لقول هذه الأذكار.